انسوا كل طرق محاشي الكوسة التقليدية، خلينا ندخل على الجديد ونجرب هالوصفة. من أول ما جربتها وأنا معتمداها على قد ما هي طيبة. بالبداية عندي هون كيلو من الكوسة، بكون قورته هيك بهذا الشكل وقمت كل اللب منه. على طول نبدأ بالحشوة. عندي هون تقريبا 3 كاسات من الرز منقوعين ومغسولين، بضيف عليهم ربع كيلو من اللحمة، مو أكتر من هيك. والبهارات ملعقة صغيرة ملح، فلفل أسود، قرفة، الهيل كتير طيب بحب أضيفه بالحشوة. كمان بضيف بهارات مشكلة وماجي بودرة وبس. وهيك بهذا الشكل. آخر إشي بس ملعقتين من الزيت النباتي، وبحرك الحشوة كتير منيح. وبعد ما أخلص هيك وتتبيلة الحشوة ببدأ أحشي بالطريقة التقليدية. بحشي كل حبات الكوسة عندي بهذا الشكل. أهم إشي ما تملوها كتير عشان ما تطلع الحشوة أو تتكسر الكوسة. وبس تحفر الكوسة، لب الكوسة أبدا لا ترمون. نزلت لكم وصفة متبل باللب الكوسة بتكون فعليا بتشهي وغير شكل، بحتفظوا فيه. بعد ما أخلص حشي كل الكمية عندي هون بتنجر فيها مي مغلية على النار، بضيف ملعقة من الملح، بحركها وبعدها ببدأ أضيف عليها الكوسة بهذا الشكل في المي، وبخليها تقريبا من نص ساعة إلى ساعة. وبطنجرة تانية ببدأ أضيف كيلو من اللبن الزبادي، وبضيف عليه ملعقتين من النشا، وبحركهم كتير منيح على البارد حتى يصيروا معي بهذا القوام. بس يصيروا بهذا القوام بكونوا تمام التمام. ببدأ أرفعها على النار وبستمر بالتحريك. التحريك كتير مهم، بحرك كتير منيح حتى يبدأ يسخن معي اللبن بهذا الشكل. خلص هيك بكون سخن معي وصار والأحلى. بس بضيف عليه ملعقة صغيرة من الماجي البودرة وبحرك كتير منيح. وبعدها عندي هون الكوسة بعد ما جهزت معي تماما ببدأ أضيفها على اللبن بهذا الشكل بكل هدوء. ببدأ أضيفها ومثل ما حكيت لكم وانتوا بتحشوها لا تخلوها مليانة حشوة عشان ما تطلع معكم الحشوة. هلا بنحركها بس هيك تحريكة خفيفة حتى تاخد معي نكهة اللبن. بس بضيف كوب واحد من ماء سلق الكوسة، مثل ما حكيت لكم بنحرك حتى تاخد نكهة اللبن. وعشان تكتمل هالأكلة لازم نجهز قدحة الثوم مع النعناع الناشف عشان تكون كتير طيبة. بمقلة على النار فيها شوية زيت، أول ما يحمى الزيت عندي بضيف الثوم المبشور وبضيف عليه النعناع الناشف حتى تطلع الريحة. وعينكم على هالصوت. واخر اشي عندي بحرك حتى تاخد معي نكهة هاي القدحة، وبتكون صارت جاهزة معي. اول ما يغلي معي اللبن بتكون تمام التمام. بتقدموها بهذا الشكل، وقد ما بتحبوا اضافة اللبن بتضيفوا. فعليا من الوصفات المميزة بالنسبة لإلي، كتير معتمداها لانها من محاشي الكوسة المميزة بالنسبة لإلي. نكهة اللبن فيها والأروع، فقد ما بتحبوا تقدروا انكم تضيفوه. وبهذا الشكل انا بكون خلصت وصفتي لهذا اليوم. بهمني كتير أعرف رأيكم بالتعليقات، فاكتبوا لي رأيكم بالتعليقات بوصفة اليوم. وأكيد لا تنسوا تدعموني بلايك وكومنت ومتابعة للصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه.